السلام عليكم وحلقة جديدة معنا في القناة. لحد الآن أنا ملتزم الصمت تماما 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 عن أي حاجة بتحصل في الساحة الرياضية ما عدا التعاقدات. اتكلمت عن كذا ملف من ناحية التعاقدات، وكانوا من أهم الملفات اللي موجودة في الدوري. أوقات بخطئ، أوقات بقول المعلومات اوقات بتبقى غلط، اوقات بيبقى المصدر بتاعي مش مظبوط شوية، لكن بيحصل حاجات صح. زي ما توقعنا خبر رامي ربيعة مثلا ان هو ماشي من الاهلي، لكن الاهلي عارف يعني يلاقي من الموضوع، وعارف ان هو الراجل يرجعه تاني الفورمة ورجعه تاني السكواد بتاعه. معانا اخبار تانية قلناها كتير، في منها خبر عمر كمال خلاص مش من الاهلي خلاص، ده يعني شاب 99%. في لعبة كتير ماشي. خلاص احنا قلنا نقول مين اللي جاي مين هيمشي من الزمالك مدرب، قلنا بيسيرو ماشي خلاص. طب تعالى بقى اقول لك اللي جاي. قلت لك انا اول واحد قلت لك ان كولر مش مكمل كاس العالم مع النادي الاهلي، وتقدر ترجع للفيديوهات. قلت لك مش هيرجع. طيب عرفنا خلاص ان زيزو راح الاهلي. طب تمام تمام جدا جدا يعني. طيب ماذا بعد؟ طب اقول لك حاجه، رهان على 2000 جنيه لو زيزو كمل في الاهلي. مش هيكمل في الاهلي الراجل ده خلاص، الراجل ده انا بيتهيأ انه مش هيكمل في الاهلي. خلاص بقى السيستم هيتغير والدنيا كلها هتتغير، والراجل ده السنة الجاية هيطلع السعودية. مش هو لوحده، لا، ده يطلع معاه كوكبة. كوكبة. انت عندك شريف رحاه، محمد شريف. عم منعم لو الله يشفيه يعني فورمة كويسة ورجع من الإصابة وعرف يعني يبقى كويس وفورمة والكلام ده كله، هيروح السعودية. مين بقى اللي ممكن يشتري؟ فرقة نيوم ونادي الشباب، الفرقتين دول. وهقول لك النيوم والشباب، الفرقتين دول، وممكن القادسية على التلاتة دول. طيب احنا عندنا لعيبة تانية ممكن تروح السعودية. عندك عبد القادر هيروح من قطر على السعودية، او ممكن الزمالك. طب حسين الشحات ده انا مبقتش فاهمه. يعني الراجل ده بيظهر مباراتين وبيختفي 17، بيظهر مباراتين بيختفي 17. حد يقول لك 17 يقول لك مش عارف بصراحة، بحب الرقم ده، لكن تفرق يعني. طيب ملف زيزو مع الاهلي هو خلاص قلنا زي ما احنا عارفين. في لاعب في قسط العك بتاع امبارح ده راح الزمالك. طب مين هو راح الزمالك؟ عمر الساعي بنسبة 180%. تاني 180% رايح الزمالك. راح فين؟ راح الزمالك. مين هو؟ بقولها لك تاني اهو، عمر الساعي لاعب الاسماعيلي السابق خلاص بنسبة 180%. الراجل ده مش مكمل في الأهلي. باي باي. باي باي تماما. الراجل ده مش هيبقى موجود في النادي الأهلي الفترة الجاية. زي مين كمان ماشي من الأهلي؟ انت عندك لعيبة تانية ماشي من الأهلي. طبعا عندك عمر كمال خلاص، الراجل ده بنسبة برضك 100% مش من الأهلي. عندك قلنا حسين الشحات ماشي ب100% من الأهلي. مين بقى اللي هيكمل؟ عندك طاهر مكمل، عندك وسام مكمل، عندك جراديشان مكمل، عندك إمام لو جاله عرض كويس هيمشي. طب حد يقول لي لا ده مشي، اقول لك اه الاهلي عنده يعني تفكير اكتر من احسن من الزمالك. الزمالك ممكن يقول لك هجيب لعيبه وابني عليه، ممكن يمشي لوحده. طب ما الاهلي ما ممكن امشيه عادي يا عم، هجيب احسن منه ومنه. في حد كان شاف امام عاشور ده؟ محدش غير كروش. ده اللي بتكلم عليه. ف توقعك عمر الساعي ممكن ينجح مع نادي الزمالك ولا لا؟ توقعك لو محمد بن شرقي جه برضك معاه في نص الملعب مع جهاد واللعيبه دي كلها ولا لا؟ اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.